ايوه. ايوه سامع. ازيك يا بابا؟ ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. قول لي ايه النظام؟ ايه؟ ايه النظام؟ انت روحتي ولا؟ انا لسه مروحه، بس عايزين ننزل اشتغل تاني بعد الفطار منهم لله. ربنا يعينك. تشتغلي فين لا النهارده؟ ما انا مش عارفه، هما تحرير تاني، ارجع تاني التحرير. بس هو كان المفروض في واحد حاجة بيستلم مني. لا انا رجعت مصر الجديده بعد ما وصلت. هو في قالوا حاجة لي في تحت. التحرير؟ مفيش حاجه في التحرير، بس هو يعني كلايف بوزيشن مش اكتر. انا امبارح على فكره طلبت اروح رابعه. العربية ما بتروحش رابعة. لا احنا كان عندنا زمان طلبت اروح رابعه امبارح، واتفقت مع ناس صحابي هناك وقالوا لي هنأمنك والكاميرا وكل حاجه هنظبطك. المحطه خافت، قالوا مش عايزين نودي بنت، فقعدوا يعملوا محاولات يعملوا اعاده توزيع مراسلين. تمام. المهم في الاخر رسيت على ان في مراسل هو اللي هيروح. الدنيا كانت مقفوله تحت مسكينه، مش عارفين نتحرك، مش عارفين نتحرك. يعني هي لو كانت العربية صورت المجزرة دي يعني كانت هتذاعها. على فكرة لا كان عندنا كرو هناك، كان في تصوير. فين طيب؟ فين؟ ما انا متابع العربية طول اليوم ولا عليها اي حاجة. لا خد بالك برضه المصور اصله يعني بيبقى جبان، يعني مش للدرجة. المصور بقى يصور من بعيد، انت فاهم؟ اشتباكات. لكن لكن لقط بقى صور قوية او بتاع مفيش. ولا لا يخافوا. يلا لله الحمد لله. طيب بقول لك، لو انا ما عرفتش اخلع من البتاع ده، انا هخلص اخر رايف الساعه 11. هتبقى قادر بعد 11 ولا ايه نظامك؟ طبعا جدا، متأخر جدا. طيب خلاص، شوف ايه ظروفك بكره مثلا. ولو النهارده انا عرفت اصلا احتمال اخلع. يعني هو دلوقتي هم قالوا لي انه الشخص اللي راح استلم مني في التحرير ده لازم يمشي بعد الفطار على طول، عنده ظرف وحاله مش عارفه ايه، فلازم يروح. فهم قالوا لي ارجع انا، فقلت لهم طب شوفوا اي حد الاثنين بقى لهم ايام ما خدوش اجازات وتعبانين. وانا امبارح فعلا ما اشتغلتش، يعني اشتغلت بس ما اشتغلتش على الارض، فاهم؟ اشتغلت من المكتب. ايوه ربنا يعينك. ربنا يعينكم كلكم. ربنا يعينك. طيب في اي اخبار جديده؟ طيب انا طلعت على فكره، انا سوري، انا قلت لك المعلومه غلط. ده كان اكمل احسان اوجلو ده، مش داوود اوجلو. واحمد احسان اوجلو ما قالش انه قابل الرئيس، وبيقول ان الافراج عنه هيكون مفيد في الحوار. لا هو قال انه نفى موضوع المقابله دي. اللي طلعت النفي ده وزاره الخارجيه، بس ناصر امين اكد انه راح قابل رفاعة الطهطاوي. كذاب اشر زيهم كله، زي سياده كده. تفتكر فعلا؟ طبعا. بالسلام. يعني هو هيبقى احسن من محمد العرابي ولا ابو الغار اللي قالوا ده اسامه جالنا وعمل لنا وراح ضربوه؟ اذا كان قالوا ان انا رحت، انا ناصر امين ده اول النتل قوي، شخصيه وسخه. ده سفير عمل رشا. هي ناصر امين ده اخر. ده بيقولوا ناصر امين ومحمد فايق عبد، يعني من ضمن العبيد. يعني ناصر ايه؟ ناصر ده عشان يقابله رفعت الطهطاوي. يا رب بقى خلصنا من كل القرف اللي احنا فيه ده. اذا كنت انا عايز اسافر الجنايات الدوليه والنظام الجميل اللي احنا فيه ده، العسكري الوسخ اللي احنا عايشين فيه ده، هم لاغين الباسبور الدبلوماسي بتاعي ومصلحه الجوازات مش راضيه تطلع لي باسبور. ليه؟ ما هو كده، مفيش، مش النهارده، مش دلوقتي. اخبطوا راسكم في الحيطه. لا ثانيه واحده، هو انت لما يطلع لك دبلوماسي اتلغى؟ ما هو الدبلوماسي اتلغى، العادي خلص، العادي انتهى والدبلوماسي اتلغى. بس مش عارف اجدد دستوري انا في البلد اللي احنا فيها دي. عادي يلا، مش مشكله. طب وبعدين، طب هو الكلام بتاع نقله ده مبروك على المصريين. مبروك على نقله فين ترى؟ ها؟
والله العظيم ما قادره حتى اجادل، ولا حتى الموضوع يبقى يا بنتي ما بقول، بعيد انا عن بقول لك، ما بقول مبروك عليكي، بقول مبروك على المصريين، خليني اشيله. هو بس يخلص مع الاخوان وبعد كده تدور على الذكر اللي يفتح بقه بعد كده. ده من دلوقتي حد قادر يفتح بقه. حركه التبريد بقت بالدين كده في بيانات. بقى ردهم على المجزره اللي حصلت امبارح دي ان هم بدأوا لاقاله وزير الداخليه. الله يا عيني، ما شاء الله نضال، يعني حاجه جميله. حاجه جميله. يلا انا يكفيني ان احنا رجاله للاخر وخلاص. انا دلوقتي بقى مشكلتي ما بقيتش افكر في ايه، على قد ما انا بقيت افكر انه طب ازاي، ايه اللي يتعمل عشان بس نستنى ما تموتش. مفيش حاجه، مفيش حاجه تتعمل يا ماما، مفيش حاجه يا ماما تتعمل يا حبيبتي. في ان هو في موقف كبير تتميز فيه الناس كده، في ناس رجاله وفي ناس اشباه رجاله. هو انا النهارده بيسالوني بيقولوا لي يعني ايه اجراء قانوني، فقلت لهم على حسب المصادر الامنيه انه الاجراء القانوني يعني انه ياخد اذن من النيابه، انه هو الناس النيابه هو النيابه من سلطتها تدي اذن بفضل اعتصام سلمي؟ لا ده ايه طبعا. الجمال ده؟ طيب. لا، انه يستندوا على ما سياتي في تحقيقات النيابه، اذا كان مهما في استند، سلاح. مهما استندوا، سلاح ايه يا انجي، سلاح ايه يا انجي؟ دول نصابين يا ماما ومحتاجين غطاء قانوني. دول باعتين يقبضوا على ده، باعتين استدعاء للنيابه للغرياني ومكي وزكريا عبد العزيز ونهى الزيني بتهمه تزوير انتخابات 2005. مجموعه القضاه اللي فضحوا تزوير انتخابات 2005 هيتهموا في تزوير 2005. ايه ده فين الخبر ده؟ امبارح. مع خالص التقدير والتحيه يعني. امال ايه؟ امال ايه؟ ده عاملين ضبط واحضار لايمن النور. اللي هيفتح بقه هنذبحه. احنا عايزين نقتل الناس دول اللي عند رابعه دول، الناس دي اللي فاهمه ان هم رجاله دول، لازم عايزين نقتلهم، محدش يوصل علينا بقى. سيبني اقتلك كده وانا هادي البال، تصدع دماغي. تقول لي بقى معتصمين سلميين، يا راجل ده مفيش كلام فاضي. دول اخوان، هم دول معتصمين؟ دول ناس كده دمها ببلاش كده، بنفطر على 2 3 4 كل يوم. بس انا هو مبادره محمد فهمي العوضي انا ما قريتهاش. انا موافق عليها والله. طلع ايه فيها؟ انا ما قريتهاش. لا هو المبادره، هو العوا مش العوا لوحده النهارده، ده العوا والبشري ومحمد عماره ومزيد مصطفى اه وشيخ عبد الفتاح والشيخ ايه عنصر السنه ده، مجموعه كبيره يعني. بيقولوا ان الدستور ابقى من الرئيس واكثر شرعيه، مش بس عشان ده دستور كويس، ولا عشان هو دستور مستفتى عليه بنزاهه بثلثين المصريين، ولا عشان هو دستور من لجنه تاسيسيه منتخبه، ولا لكن عشان دستور كان دلوقتي اصبح محمول بدماء. فالدستور يرجع ونصوصه هي اللي تنص على نقل السلطه. الماده 131 اذا حال منع دون قيام رئيس الجمهوريه باعماله، يبقى رئيس الجمهوريه يرجع ويتفق بين كل الاطياف في جلسه حوار على رئيس وزراء مستقل يفوض بكل الصلاحيات من رئيس الجمهوريه وفق الدستور، ويدير انتخابات برلمانيه خلال 60 يوم، والاغلبيه البرلمانيه تنظر في شان الانتخابات الرئاسيه او تعمل انتخابات رئاسيه حتى. بس انما لا، الدبابه مش عايزه كده، الدبابه لا تفهم الدستور ولا تفهم الكلام ده. بس كان مكلمني واحد النهارده بيقول لي ده عاملين ضدك بلاغات بتهمه اهانه الجيش واهانه القضاء. قلت له يلا بينا، هي جت على دي يعني؟ هو انا مين اصلا؟ اذا كان اللي الشعب انتخبه وهم حبسوه كده من غير اجراءات قانونيه، من غير محامي كده، من غير اي حاجه. جابوا لنا واحد كده قاضي قال لك ده القاضي ده راجل حلو، والقاضي ده طلع قال لك انا اصل حققت في الموضوع وواجهت مرسي بالادله. طب فين مرسي؟ مش عارفين. طب مين حضر معاه؟ مفيش. مش مهم، مش مهم. انتوا بتخبروا حماس، شغل نسوان كده حتى في الاتهامات. يعني هم بقى لهم شهر ما لقوش في تاريخ محمد مرسي خربوش، فقال لك نلحق نشوف موضوع النيوترون ده اللي كل الدنيا عارفه اصلا انها كانت قضيه اعلاميه. تخابر بقى كمان. الباب
والله العظيم لن استسلم ليه ابدا لو على رقبتي. بس زي ما قلت لك الله يخليك لا والله تستسلم ولا لا، اي حاجه. صحهم في كل حته وفي كل مكان. بس ما تروحش رابعه، ما تروحش ليه؟ رابعه ابدا ليه؟ نهائي. ليه كده اغلى من اللي بيموتوا دول؟ ده احمد ابو الحسن اللي اتقتل النهارده ده، احمد ابو الحسن ده اصغر مصري حاصل على الدكتوراه في تاريخها. اتقتل شوت وديس كده، برين شوت، ضرب رصاص في المخ. ده بدل ما واحد زي ده مصر تشيله فوق جزمته فوق راسها، وانا اهم من ده. الو، ايوه انا معاك يا مسلم، انا بس فاكره مش هتعلق. هو انا اهم من ده؟ والله ما اهم، اقسم بالله العظيم، ولا حتى اسوأ الجزمه اللي هو بيلبسها في رجله. راجل محترم. احنا ما بنتكلمش والله. بص انا عايزه اقول لك انا بقول لك، انا يعني ما انا رحتش بقول لك دول، اهو، ما انا رحتش بقول دول. لك الخساره. كان اولى أيوة يا ماما أنا مصطفى عزب يرجع يشوف بنته ومكتبه وبتاع بدل ما ياخد رصاصه في صدره. كان ده اولى. لا انا كان قصدي بس حاجه واحده. انت بتقول دلوقتي انت المسؤول عن اخواتك، وانت وكل اللي ماتوا دول، ما هم كل اللي ماتوا دول مسؤولين عن عائلات واسر برضه، في رقبتهم كوام لحم. هم دول مش مصريين يعني، مش بني ادمين. وكل دول في رقبتهم ناس. بس هو جنزير الدبابه ما خوفوش، بس فبيعاقبوه. ادي كل الموضوع. قتل على الهويه كده، قتل عرقي كده. كأن الإخوان دول طائفة من المسلمين، يعني زي الشيعة كده ولا حاجة، طائفة كده عادي نطهرهم عادي مفيش مشكلة. وجزمة أي واحد مات أنظف من أي واحد بيتفلسف على الفيسبوك وهتسوى 1000 زيه. أي واحد بيكاد أو بيجادل في الباطل أو واقف جنب الباطل أو واحد نصاب أو واحد أفاق، جزمة واحد من اللي ماتوا دول أحسن منه، حتى لو محدش اعترف بيهم ولا بنضل ولا يهمني. ده انا اللي قعدت اقطع في لحم الاخوان قبل كده واقول لهم سيبتوا بتوع محمد محمود لان انتوا ناس بتدوروا على مصالحكم. طب وانا قطعت في لحمهم؟ طب ما هو كله كده، اشمعنى هم؟ ليه هو بيبقى مثالي ويقف جنب اللي كانوا بيتقتلوا؟ اذا كان هو بيتقتل كده ومحدش بيقول له انت فين؟ فين المشكله يعني؟ ولا هو ده اللي ما بينفعش يغلط ولا ما ينفعش يقدر مواقفه غلط؟ ده ما ينفعش. ده احنا بنسلخه في كل وقت، وهو في العارضه وهو في السلطه، ده احنا بنسلخه ما عندناش مشكله. ده احنا بنجعر قد كده لما رئيس منتخب يعمل اعلان دستوري وهيطلع لنا الطرد يعمل لنا اعلان والناس توافق عادي، واعملوا مفتوح ما رضاش يروح لمرسي بس يروح لعدلي منصور. وانا اقول لك لا بصراحه لا ما راحش راح اول مره، انا شايفه في الفيديو اللي ما راحش. اول اجتماع تاني يوم مع حاله اليمين واللي ما راحش. وانا عارف وانا هظلمه. راح طبعا. بس بعد كده ما راحش. بعد كده قال لك يا جماعه ما يصحش كده يا جماعه، اقتلوهم بس مش بالطريقه دي، اقتلوهم بالقانون شويه. مش كده، مش معقول كده يعني، انتوا مش مفضوحين قوي. لا انت ما شفتش بيان حزب النور ده بيانات قويه بصراحه. انا بكتر الف خيرهم يعني، بصراحه كتر خيرهم يعني. المفروض كمان يعني كان اللي ناقص كمان ان هم ما يطلعوش بيانات كمان يعني. كتر خير الدنيا ده طلعوا بيان، ده ما شاء الله.